يا هلا يا هلا بكل متابعيني، إن شاء الله الكل بخير. تعالوا اليوم نسوي 3 وصفات بفيديو واحد. طبعا هاي الوصفة الأولى راح أسويها شوربة الدجاج، كان طعمها كلش طيب، أنصحكم تجربونها. وقبل لا نبدأ بوصفتنا صلوا على محمد وآل محمد، وبهاي ايديكم الحلوة لايكاتكم هي اللي تصعد لي الفيديو، وكم تعليق منكم حتى تكون إلي حافز أشجع ويوميا أنزل لكم مقطع فيديو. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هاي المكونات، عندي نص حبة من البصل ضرمتها ناعم، و2 ملعقة من الزبدة، و2 ملعقة من الطحين، وربع كوب من الذرة. طبعا المكونات والاختيارات الإضافات حسب رغبتكم. عندي الدجاج هذا صدر دجاج أنا سالقته على صفحة وفلسته، طبعا زاد عندي من أكلة مسوية مطبق دجاج، فزاد عندي هذا الدجاج، فبس الصدر فلسته هالشكل ناعم. وعندي هنا هاي الإضافات، آخر شي نضيفه شوية بصل محمص، وعندي هذا جوزة الطيب ناخذ من عندها شوية مو كلها، وعندي شوية فلفل أسود ومعدنوس، رشة يعني من كل شي رشة. وعندي هذا سوب الدجاج من الأكلة نفسها مال مطبق الدجاج، أخذت شوية سوب من الدجاج، واللي ما عنده يذوب مكعب ماجي بالماي الحار ويصير لكم هذا السوب الدجاج. وتقدرون تخففون هذا يعني تخلون نص حليب ونص سوب دجاج. أنا اكتفيت بس بسوب الدجاج. هنا طبعا من قد ما صايمة وتعبانة رأسة خليت الطحين على الزبد ونسيت البصل، فهنا عادي أنا يعني بعدين تذكرت البصل فخليت سوب الدجاج وخففته شوية لحد ما عندي يعني صار متماسك وما بي أي تكتلات. دفعة واحدة خلي السوب على مود لا يصير تكتلات، وعندكم هذا المضرب الشبكي رأسة حركوه على مود لا يصير تكتلات. هنا شلته يعني هذا على صفحة وخليت البصل. هنا شوف خليت قطع البصل شوية يتحمرن، شوية زبدة، لأن أنا خالة الزبد ما أريد أخلي يعني كلش الشوربة تصير كلها دهن، فخليت شوية على مود ينحمس عندي البصل ويتغير لونه. أضيف هذا المرق اللي ضفته أول مرة اللي يعني اشتغلت بيه السوب والطحين والزبد، هسه أضيفه. طبعا هاي الشوربة ما تاخذ من عندنا أي وقت لأن كل شي مستوي، الدجاج مستوي، الذرة مستوي، الإضافات اللي تريدون تضيفونها ضيفوها. يعني أنا خليت بس ذرة، اللي يحب جزر، اللي يحب يعني يخلي بعد شغلات بكيفه براحتي، أنا يعني اللي عجبني بس الذرة. وهيك تتقدم بالمطاعم، هيك يكون شكلها بدون أي إضافات أخرى. هنا خليت الذرة وخليت الدجاج. الدجاج على حسب رغبتكم، الذرة هم على حسب رغبتكم، يعني هي هاي ما بيها مقادير، انت عينك ميزانك. هنا نخليها شوية يعني تضخن، وهاي شفتها هنا كلش ثخينة، يعني ما أعرف يعني حسيتها ثخينة كلش فزدت لها ماي، خليت لها ماي. هنا شوفوا خليت لها ماي، طبعا هذا الفيديو انعاد عندي، فخليت لها ماي وخليتها بعد. إذا تريدون تضيفوا لها حليب، تضيفوا لها كريمة سائلة، انتم كيفكم، بس أنا اكتفيت فقط بالسوب الدجاج وما ضفت ملح لأن سوب الدجاج عندي بملح. هنا ضفت الماء وخليت الشوربة على نار هادئة جدا على مود كل المواد يعني شكلكم تتجمع وكل شي ياخذ نكهة من بعض. هنا بعد ما صارت عندي جاهزة طفيت النار وضفت لهم المعدنوس ورشة من الفلفل الأسود ورشة من البصل المحمص، هذا تلقونه عند العطار أو إذا تريدون تسوونه انتم. هذا يكون طخنها وهذا يكون الخفة مالتها مالت الشوربة. أنا أحبها هي الشكل يعني لا خفيفة ولا طخينة. والمعدنوس اللي ما يحب يخلي كرفس هيجي، ونطفي النار على مود لا يصير عندي المعدنوس هيجي يعني هيجي أحب هيجي لونه يصير أخضر بالشوربة. ورشة من جوزة الطيب، لا تكثرون من عندها لأن كثرتها تسوي مرارة، هيجي رشة خفيفة. وهذا كان شكلها وطعمها كلش طيب، أنصحكم تجربونها، طعمها كلش حلو.
وتفيدنا يعني شوي نكسر الروتين من شوربة الخضار أو شوربة العدس أو شوربة الفطر. إذا عندكم فطر تخلونها بدال الصدر الدجاج، كلها نفس الشي. وهذا هسه نبتدي بالمقطع الفيديو الثاني. كباب القرنابيط. هذا كباب القرنابيط إلي يعني قبل 3 سنوات سويته. سويته للجهال، قلت لهم هذا كباب لحم عروق، وأكلوه وخلصوا. وهنا كانت المفاجأة، قلت لهم هذا بقرنابيط ترى مو كباب عروق. فكلش حبوا، يعني كلش استطعموا بي، وأنا كلش أحبه. يعني عندي كباب هذا القرنابيط أحلى بهواي من كباب اللحم. وهنا نبتدي نشوف مقاديرنا شنو راح نخلي. طبعا هذا الكباب كلش طيب، اللي عندها جهال ما يحبون القرنابيط خد جرب هاي الوصفة وراح تدعيلي. طعمه كلش طيب، وأنا قبل 3 سنوات أنا ناشرته بقناتي. هاي المكونات عندي يعني لا يعني شنو تخلون الزيدون تنقصون، بس هي هاي قرنابيط وبصل وثوم وكرفس وبوتيتا وطماطية. هاي أنا اللي أضيفن. وأنا أخلي الشحم أو اللية هاي تعطي طعم كلش حلوة وقرمشة للكباب. فكان ما عندي لية، عندي هذا الشحم همين ثرمته ناعم وخليته للكباب. ما تتصورون شلون يعطي طعم وشلون حلو للكباب القلي وقرمشة حلوة. هنا المقادير يعني شقكم انتم وعينكم ويزعلكم، تكثرون تقللون، بس هو ثابت: قرنابيط، بصل وبوتيتا وطماطة وكرفس، وانا اخلط وياه معدنوس. نثرم كل شي بيدينا. انا اثرم الكباب يعني بايدي، احس شقكم نكهة الكباب غير، تختلف عن اللي يثرمونه بمحضرة الطعام ويصير هيك ماي يعني سائل، ما نحس من نقليه، ما نحس بلذة الخضار. هنا ثرمت كل الخضار، بعدها آخر شي ثرمت اللي أو الشحم. شوفوا هنا كلش ناعم سويته، يعني مو ناعم ماي، لا يعني حلو حتى من نقلي يستوي، وبنفس الوقت يعني عندنا الكباب يقرمش. وهاي اللي همين أثرمها ناعم. هاي المعدنوس والكرفس والطماطة، طماطية وحدة يعني ما راح أخلي معجون. وهنا هاي اللي ثرمتها. شوفوا هسه اكتمل عندي كل الثرم. هسه نجي نخلي التوابل اللي يعجبكم. أنا فقط خليت ملح، فلفل أسود وكركم وكاري مرق وكزبرة وكمون وبابريكا والطحين. نخلي الطحين، ما نستخدم الطحين الصفر، لا نستخدم طحين الكمية. الطحين الكمية هو أبيض مو أبيض، بس أفضل من الصفر، ينطي قرمشة يعني زيادة، بدون نشا بدون بيض هاي السوالف بيكنج باودر، لا هو بس فقط طحين. وتخلينه وهذا يكون بدون ماي، لأن الخضار راح تنزل الماي مالته، خصوصا إذا تحتفظين بيه بالفريز. أنا هاي الكمية سوت لي يعني هواية، لأن يعني بس أنا الصايمة وراح يعني آكله. فشريت من عنده قسم، خليته بحافظة وخليته بالمجمدة يفيدني. يعني رمضان جاي وحلو يعني واحد يقدم مثلا مرات ما نشتهي التمن والمرق، فنسوي صحن نواشف فيفيدني. هسه راح اغطيه واخليه شوية يرتاح. طبعا راح ينزل ماي، لا تخلونه ماي، بس تخلونه ماي وبعدين تخلونه بالفريز راح يشقلكم ويصير جامد، يعني يصير لين من تقلونه. وهذا بالغاز جاني بهيج وقت وانا جاي اسجل، يلا ما عليكم بيه. المهم طبعا هنا شوفوا ظال متماسك، يعني مو لين ماي. فهنا خليته بحافظة واخليه بالفريز، وهذا الثاني راح اقليه. طبعا الماي اذا ضفتوا ماي هواي راح باثناء القلي راح يصير لين، ما يقرمش عندكم الكباب. فهنا هم راح اغطيه بهذا الكيس النايلون واخليه بالفريز على مود لا يصير عليه كتلة يعني مثل من الثلج. فهنا طاوة حامية وزيت مو كلش هواي، على مود لا يشرب أكثر دهن، لا يعني هاي الطاوة يكون بيها شوية زيت ونقلب. وهذا يكون شكله يعني المتعارف عليه، الكباب يكون هيك دائري مو بالطول. البالطول الكباب باللحم. هاي أنا أطفالي يعني عرفوا الشغلة من بعد 3 سنوات، عرفوا إنه هذا الكباب الدائري أبو الخضار، والطويل هذا يكون يصير مثل بالطول، هذا كباب العروق الأصلي باللحم.
مفيد جدا وحلو، ويعني ما أدري ليش الناس ما تتقبله، بس هو طعمه كلش طيب. ومرات حتى أسوي بالحج أحمد اللي هي الكوسة، كلش حلو. فأتمنى يكون يعجبكم هذا الكباب وتطبقونه، وألف ألف عافية للي راح يجربها. وهنا بعد ما فطرت سويت حلا البوكتشي. طبعا ما قدرت أصوركم المقادير، حبيت أجربها وإن شاء الله مرة الثانية أسوي مقادير وأسوي لكم حلا البوكتشي. هاي تصير تحشينها ويصير إنه تسوينها هيجي قطع وتقلينها، بس كان طعمها كلش طيب. إن شاء الله أسوي لكم مقطع فيديو كامل، لأن أنا حبيت أجربها قبل لا أنزلها مقطع فيديو. شكلها حلو، طعمها حلو، هيجي يعني شكلكم مالح على حالي. هي محشية جبن كيري، وهيجي يعني عجينة حلوة ولينة. فإن شاء الله إذا أسويها مرة الثانية يعني حيد التجربة أنزل لكم المقادير كاملة. شوفوا هنا هاي الحشوة مالتها، وتكون طرية ومقرمشة يعني شلون اللقيامات بس أحلى بعد. وهنا هذا فيديو الأخير كلش. طبعا هنا جابولي 3 باقات من الشبزي. احنا شبزينا البصراوي يعني يختلف عن السبيناق البغدادي. طبعا احنا الشبز البصراوي يختلف عن السبيناق، احنا نستخدم السلق. هذا هو، شوفوا السلق انا جابولي 4 باقات او 5 وكلش كبار. فهنا نظفت الباقات ونظفت العدل، وهسه راح انقحن بالماي. طبعا احنا الآلة مالتنا همية نفس الشي، كزبرة وحلبة وشبنت وكراث والسلق. طبعا هسه انا فتحت وحدة من السلق ونظفته كلش نظفته. طبعا ما يصير ان تثرمونه وبعدين تغسلونه، كل المونة وكل الطعام وشكلكم يعني يروح بالغسل. يعني هاي المادة مالت المادة الخضراء والمونة مالت الشبزي من الثرمونة وبعدين تغسلونه كله يروح. فحتى مرات تكون السلقاية أو الخضرة بيها طين، بيها أوساخ، بيها حشرات، فأنتم نظفوه ويلا ثرمونه. هسه أنا إيش راح أسوي؟ راح أنقعه بالماء، أخليه أنقعه بالماء فترة تنزل كل الطين من عنده. يلا أصفيه من الماء وأغسله بماء حلو، يلا أثرمه. شوفوا هنا هسه أنا راح أخلي الماء عليه وأنقعه لحد ما كلش ينزل هاي الأتربة والأوساخ، وإذا مثلا بيه حشرات أو شي كلها تنزل بالماء. بعدين أغسله بماء حلو وأنشفه. طبعا أنا شنو شغلتي ما بيه حيل أثرمه، لأن هاي الكمية كلش كبيرة، تقريبا طاسة كلش كبيرة، فما بيه حيل أثرمه وأقعد أثرمه. وأنا أريد أناعم ما أريد خشن. إذا باقة وحدة، إحنا باقة وحدة تكفينا في أثرمه يعني أطول خلق أسويها ناعم. بس هاي 4 باقات شي يثرمهن شي يسويهن إلي. فأنا قلت لهم جيبوا لي شبزي، فجابوا لي يعني كمية كبيرة. هنا فكرت، اجيت منها يعني دورتها بمخي شو اسوي. فما عندي محضرة طعام، فقلت والله خلينا نشوف ان هاي الماكينة المثرامة اللي اثرم بيها اللحم، شو خلينا نستغلها وخلي بس نثرم بيها لحم. فجربت يعني، قلت يا تصيب يا تخيب. فقلت خليني يعني نجرب، إن صابت وإن خابت هاي قدامكم. فوالله يعني شغلتها هي صدق، يعني ما تدفع بالقوة إلا يعني هاي مالتها الدفعين بيها. فظليت أسوي على كيفي لحد ما ثرمتني شنو أقصد يعني ثرمت الشبزي مالتي. طبعا ثرمته بصورة كلش صحيحة وحلوة. صح نزل الماي الشبزي كله نزل مالت الماي مالت الشبزي، بس عادي احنا هذا راح نحطه احنا على الطباخ راح ينزل الماي كله. فهنا يعني سوت الشغلة شغلتين، نزلت الماي كله. فهنا شوفوا هسه الثرم مالته شلون راح ينثرم، ثرم حلو. رأسة انا اخليه بالجدر. طبعا هاي الكمية راح افرز من عندها. طبعا راح تصير، شوفوا هسه هاي ال4 باقات راح تصير يعني شوية، راح تصير لي بس يعني كيس واحد. هنا طبعا عندي ثرمت عندي، بس يعني مو بكل سهولة تثرم على السريع، لا طولت فد ربع ساعة أخذت من عندي وقت. شوفوا شلون هنا طلع عندي ثرمته كلش، يعني هذا الثرم اللي أريده.
يعني لو بيدي ما يطلع هاي النتيجة تطلع. يعني الشغلة والله استفاديت من عندها المثرامة، فسويتها المثرامة يعني انطتني نتيجة حلوة، حتى أحسن من محضرة الطعام. هم تنزل ماي، وهاي كذلك هم نفس الشي. شوفوا هنا شلون أنا أضغط عليها بهذا مالتها الآلة هاي مالتها من تحطينها. فشوفوا هنا طلعت لي الشبز بكل سهولة، وطلع الماي مالتي. لين هو هسه احنا راح نضيفه، يعني هذا راح نضيفه على الطباخ جدرنا، فراح يطلع هذا الماي. فهي طلعته من هسه الماي مالتي. شوفوا هذا الثرم مالته، هذا المستوى اللي اريده انا. طبعا احنا شبزينا شبز البصراوي يختلف عن الطريقة مالت المحافظات. ليش؟ احنا اذا ما حمسنا الشبزي على مراحل وصارت طبقة فوق المرقة، هاي الطبقة الأسود هيك يصير دهن أسود، ما هذا يعتبر مو شبزي. فهسه هنا خليته أنا على نار عالية، وبعدين نصيت النار من نشف بدون زيت. يعني من أريد أسوي مرقة، أنا إذا أريد أركب المرقة، أسلق اللحم على صفحة وأحمس البصل وأحط هذا بعد مرحلة ثالثة اللي هي مرحلة الطماطة. هسه حاليا بدون زيت بدون أي شيء. هسه شوفوا من نشف عندي الماي، نصيت النار وما ضفت له ماي. مو أروح أنا يحكك وأضيف له ماي، لا كلش ما أضيف له ماي. بعد لما الماي ينشف كلش ياخذ ساعة ساعتين 3، بس شنو؟ على نار هادئة. يعني احنا هاي أكلتنا الشبزة نعطيها حقها من نريد نسويها. يعني شقلكم يعني تاخذ وقت لحد ما تطلع لنا مرقة حلوة. شوفوا هنا عندي نشف كلش الشبزي. يعني هنا هسه مرحلة الزيت، نضيف له زيت. وهسه مو عبالكم يعني من نضيف له زيت بعد هذا هو خلاص، لا، بعد هم من حمسه كلش. وبعد تبقى عندنا مرحلة الطماطة، من نخلي عصير الطماطة واللوبة. هاي هيش ترى يعني هذا يعني أخذ لي ساعتين بس على نار هادئة. طبعا إذا كمية قليلة ما راح ياخذ هواي، بسرعة يصير. بس هاي لأن كمية هواي هسه هي 4 واقات كبار، بعش قد سوت لي هالقدوته صار. فهسه أنا خليت الزيت تقريبا هيك نص كوب، يعني أخذت يعني تاخذ هواي زيت. لأن أنا شنو راح أسوي بعدين؟ من راح أطلعها رأسة راح شوي أحمس اللحم ويا البصل ونركب المرقة. وإن شاء الله أسوي لكم مقطع فيديو من أسوي المرقة أركبها. طبعا تفيد، والله تفيد. يعني واحد مرات ما له خلق شي يسوي على الفطور ويحتار، فهاي طلعيها بس القيش لحمات وسوي ليش مرقة. شوفوا هنا، شوفوا يعني شوفوا هاي هنا صار شلون الحني او الزيتوني. وبعد راح اخليه، يعني لازم تصير هاي مو محروقة، بس تصير هيك سودي. بس هو لا بيحرق ولا شي، جاي تنحمس على نار هادئة. يعني النار منصينها بس تحكك أطبقه، وهذا البخار راح ينزل فيعرق عندنا الجدر. شوفوا هسه هاي بعدها شوفوا راح يصير بعد أكثر. شوفوا هاي تقريبا نص ساعة بعد هنا، بعد قال كلش كافي رحميني. فهنا يعني طفيت النار، أخليه يبرد وأحطه بأكياس نايلون يمتى ما أريد. طبعا أنا هاي الكمية سوت لي يعني طبختين. أنا لو أدري هيج وأدري هاي الماكينة هيك راح تسوي، لا والله أجيب لي فد 10 باقات. هم أخليهن يعني هو راح هسه موسمه راح يعني بعد ماكو شبزي، فهو أكو بس مو مثل هذا الطعم بالشتاء مال الشتاء الشبزي. إن شاء الله مرة الثانية أجيب لي فد 5 باقات وأسوي هالشكل وأحط بالفريز. حلو الشبزي، يعني رغم أكو يعني مرات تصير الدنيا حارة وهاي مو حلو، بس هو حلو. طيب هنا شوفوا قسمته بهذا الكيس، يعني الطبختي. يعني إن شاء الله من أسوي المرقة أنزلها لكم الطريقة مالتها مال مرقة الشبزي مالتنا. بقت مرحلة الطماطة. وإن شاء الله هذا الفيديو نال إعجابكم، رغم شوية طويل عليكم، بس حبيت تستفادون من طريقتنا عمل الشبزي. والحد يقول يفقد قيمته الغذائية وما أدري شنو وهواي وغاز، بس والله إذا سويتوا هاي الطريقة راح تدعولي. وشكرا لكم.